غالبًا بتستخدم الairplane mode أو وضع الطيران يعني لما تحب تهرب من موقف معين، زي مثلًا حد بيتصل بيك دايمًا ومش حابب ترد عليه خالص، أو مثلًا خايف الموبايل يفصل فبتستخدم وضع الطيران ده علشان تحافظ على ال5% الباقية من البطارية لحد ما توصل لأقرب مكان فيه شاحن. لكن لو ليك تجربة سفر قبل كده فالأكيد إنك سمعت المضيفة وهي بتطلب من الركاب إنهم يخلوا موبايلاتهم على وضع الطيران. طيب إيه اللي بيحصل فعلًا لمّا تخلّي موبايلك على وضع الطيران، وإيه دخل السفر والطيارة والمضيفة بالكلام ده؟ وضع الطيران يبان من برّه كده إن هو شيء سحري، لكن هتعرف معايا النهارده في الحلقة التالتة إن هو شيء عادي جدًا. اللي بيحصل لمّا تعمل موبايلك على وضع الطيران إن ببساطة الموبايل بيقفل أي شيء خاص بالإرسال أو الاستقبال، يعني ما فيش شبكة موبايل تستقبل أو ترسل، يعني ما فيش مكالمات ولا رسايل SMS، يعني ما فيش واي فاي، يعني ما فيش بلوتوث، وكمان الGPS ممكن يقفل. تحس إن موبايلك قلب حتة حديدة كده وبقى خجول في نفسه شوية. لكن أكيد بعد ما بتستخدم الإيربلين مود ممكن بنفسك تقدر تفتح الواي فاي أو البلوتوث. نيجي بقى للسؤال المهم، ليه لازم تعمل موبايلك على وضع الطيران وانت على الطيارة؟ لأن زمان إشارات الموبايلات خصوصا ال 2G وال 3G كان ممكن تعمل تشويش كهرومغناطيسي على الأجهزة الكابينة بتاعة الطيارة. يعني مثلا تخيل إن في 150 راكب في الطيارة بيحاولوا يتصلوا بأبراج الشبكة، مش لازم هما يحاولوا بنفسهم، لأ، هي الشبكة بتحاول، الموبايل بنفسه بيحاول يلاقي شبكة حواليه طول ما هو شغال. فتخيل إن 150 موبايل بيحاولوا يتصلوا بالشبكة وأنت ماشي على 600 ميل في الساعة فوق السما. الدنيا أكيد هتبقى مليانة دوشة إشارات. ده كان زمان شوية، لكن دلوقتي الطيارات الحديثة محمية كويس، بس برضو الشركات قالت خلينا في الأمان ودايما نخلي الركاب يعملوا كده. هيجي في ذهنك سؤال تاني، ليه بنستخدم وضع الطيران في الطيارة مع إننا عادي بنفتح البلوتوث وبنفتح الواي فاي؟ ببساطة عشان إشارتهم ضعيفة وقصيرة في المدى، لكن شبكة الموبايل بتفضل تحاول تتواصل مع الأبراج اللي هي بعيدة عنها أميال، فبكده الطيار بيتفادى أي تشويش ممكن يحصل لما تكون عامل الموبايل على وضع الطيران. وكمان أنت هتستفاد لأنك هتوفر شحن البطارية اللي دايما بيفضل يدور على الأبراج ويحاول يحدث السوشيال ميديا ليه. هتفضل شوية بعيد عن العالم المدة دي وحاجة منتهى الزهق، وده هيكشف لك طبعا إن أنت مدمن سوشيال ميديا. طيب إيه اللي هيحصل لو تجاهلت أوامر المضيفة خالص وسبت موبايلك شغال عادي؟ أكيد دي مش هتكون نهاية العالم ولا الطيارة هتقع، كل اللي هيحصل تشويش بسيط على الطيار بس غالبا مش هيحس بيه، وموبايلك هيفصل بسرعة فأنت غالبا اللي خسران. السؤال اللي هيجي دماغك على طول دلوقتي، طب ليه بيجبرونا والموضوع مفيهوش خطورة كده يعني؟ لأن ببساطة شركات الطيران عملت عليك لعبة أو حكاية كده، وهي إنها بتوفر لك الواي فاي كخدمة زيادة يعني وإنت مسافر. وكمان شركات الطيران عايزة تبيع لك خدمة تانية وهي خدمة الهدوء وإنت مسافر. يعني تخيل واحد جنبك بيكلم صاحبته فيس تايم، واحد تاني بيزعق مع مراته، واحد تالت بيزعق مع البروكر بتاعه بعد ما الأسهم بتاعته خسرت في البورصة. صدعت مش كده؟ هي دي بقى البيعة، هدوء وقت السفر. السؤال الأخير بقى سؤال مهم، هل لو استخدمت بقى وضع الطيران ده بيخليك بره الشبكة وبيحمي خصوصيتك؟ الحقيقة لأ، لأن الموبايل بسهولة ممكن يتحدد مكانه بكذا طريقة زي السنسورز اللي فيه، وكمان التطبيقات ممكن تسجل بياناتك عادي وانت مش شغال، وأول ما تفتح الإنترنت تبتدي ترفع البيانات دي. يعني في الزمن ده عشان تحمي خصوصيتك مش لازم بس تروح تختفي في غابة، لا كمان لازم تكسر الموبايل اللي في ايدك دلوقتي ده مليون حتة. في النهاية متنساش تعمل شير لايك سبسكرايب، ساعدنا نكبر، واستنونا الحلقة الجاية وايه اللي هيحصل لو